وها هي الحلوه كيف ما طلبتوها، بدون بيض بدون زبده، غريبه. او حلوه الزيت كتجي غزاله غزاله بزاف بزاف، كتجي مرمله. غادي نعطيكم السر اليوم باش تجيكم العجينه ديالها لينه وتجمع لكم وتكور لكم بكل سهوله. سهله بسيطه، توجد في الدقيقه 90. تشربوا بها القهوه او اتاي لاعيادكم ومناسباتكم. غزاله غزاله وكتحط كميه معتبره. فنتمنى الفيديو الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج مع العائله ومع الاصدقاء. وإلا كنتوا اول مره تشوفوني فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي. وبسم الله بالصلاه والسلام على رسول الله. نبداو في المقادير. بالنسبه للمقادير عندي 2 ديال الكؤوس ديال السكر كلاصي او سكر ثقيل، 2 الكؤوس من الزيت النباتيه، 4 المعالق ديال السمسم او الزنجلان محمر، نصف ملعقه صغيره من القرفه بودره، ونتيفه ديال الملحه، وعندي 2 ديال الساشيات ونصف من خميره الحلويات او البيكين باودر ما يعادل 20 غرام. 2 ديال الساشيات هي 16 غرام وزدت عليهم 4 غرام. هنا اول حاجه تناخذ هاد القصيعه اولا تقدروا تخدموها غير في واحد الاناء بكل سهوله. هنا درت 2 ديال الكؤوس ديال السكر كلاصي او السكر ثقيل اللي ممكن تعوضوه بسنيده او سكر حبيبات مطحون. علاش هاد السكر كلاصي؟ هو اللي تيعطينا واحد العجينه اللي كتجينا لينه وكاننا دايرين فيها الزبده، كتجمع لنا بكل سهوله. نتوما تشوفوا معايا انا ما قطعتش نهائيا التصوير. درت سكر كلاصي ودرت عليه 2 كؤوس ديال الزيت النباتيه، عبار بالكاس العنبه. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو العبار بالغرام، الكاس ديال الزيت تيوزن 170 ملي. وضفت ديك نص معلقه ديال القرفه بودره، وضفت دوك 4 المعالق ديال الزنجلان. انا درتو صحيح محمر، ممكن تطحنوه، ممكن تعوضوه بكاوكاو مهرمش او اللوز مهرمش، وممكن ديروا حتى الكوك. الا ما عندكمش المكسرات ديروا غير الكوك واحد 3 ولا 4 المعالق. وممكن ما ديروش غريبات الزيت ديروها عاديه. هنا كنضيف الدقيق كيف ما شفتوا. ضفت الخميره د الحلوه، ضفت 2 ديال الكيسان ديال الدقيق يعني 200 غرام اللي ضفت في الاول. وغادي نعمر 2 ديال الكؤوس اخرين حدايا وغادي نستمر في الخلط. بالنسبه للسكر كلاصي درت 2 ديال الكيسان. الكاس كيوزن بسكر حبيبات كيوزن 140 غرام، السكر كلاصي غيكون تيوزن واحد 100 غرام تقريبا. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق بطبيعه الحال، ولكن راها جات قوام رائع والحلاوه ديالها معقوله. هنا تنضيف الكاس الثالث يعني 300 غرام ديال الدقيق الابيض، واستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات كيعطيكم نتيجه مزيانه. هنا راني غنستمر كنضيف غير بالكاس لان البنات كيبغيو العبار، والكاس عنبه تيوزن من الدقيق 100 غرام. صافي وتنبقى تنجمع هذا الكاس الرابع كيف ما كتشوفوا معايا. كنضيف شويه بشويه، ما تضيفوش الدقيق دفعه واحده وتنشف لكم العجينه، غير شويه بشويه وانتم خدامين. ما خاصش العجينه ديال هاد الغريبه تكون ناشفه بزاف قاصحه وما تكونش خفيفه باش من يدخل الفرن ما تسيحناش. هنا غادي نعمر الكاس الخامس، غادي ندير النص ديالو وغادي نخدم وغادي نما حتى نحس بالعجينه في يدي. خاصها الدقيق تنزيد، واخا نزيد غير بالمعلقه وما نديرش الدقيق بزاف. الا درتو بزاف جاب الله ونشفات لكم. فالحل الوحيد اللي عندكم انكم تزيدوها السكر بطبيعه الحال، تزيدوا حتى شويه السكر كلاصي، لان الا زدتوا الدقيق بطبيعه الحال خصكم تزيدوا حتى شويه السكر ودلكوها وتخدموها وعاد غتجمع لكم. هنا كملت الكاس الخامس 500 غرام ديال الدقيق اللي درت دابا 5 ديال الكؤوس وتنستمر. انا درت 20 غرام ديال الخميره د الحلوى باش تجيني مشقه وتجي مطبقه كتجي زوينه. تقدروا ديروا غير 2 الا بغيتوها تجيكم مشقه غير خفيفه. المهم هاد الحويجات تيبقاو على حسب الرغبه. وهنا هاد الحلوى هادي او هاد العجين تنجمعها العجين ديالها عادي، كنجمعها بهذا الشكل هذا، ما غتحتاج لا دلك لا والو. العجينه لينه غزاله، القوام ديالها مضبوط، عطيتكم عبار اللي مضبوط 100%. ما عنديش هنا البيض ولا الزبده باش نقول لكم ما غتهزلكمش على حساب النوعيه، هذا حسب نوعيه الزبده ولا الحجم ديال البيض. هاد العبار اللي عطيتكم اليوم 500 غرام غتجيكم هي هذيك. هنا خديت الصفيحه الخاصه بالفرن وغادي نبدا ندير الكويرات ديالي. بغيتوا العبار ديال هاد الكويرات هادو تقريبا ديروا بين 20 22 غرام، ودائما تقدروا تكبروا ولا تصغروا. هاد الحويجات كيبقاو اختياريين. فهاد الوقيته انا سخنت الفران ديال الضو فاش غنطيبها، سخنته على 200 درجه من الجهه الفوقانيه. بطبيعه الحال غندخلها بحال اللي غنطيبوا البهله اولا اي نوع من انواع الغريبه اللي كتشقق حتى تنشوفها تشقات وخدات الوين زوين ذهبات. عاد تنشعل عليها من الجهه التحتانيه وكنطفي الفوق بطبيعه الحال باش تتحمر ليا من الجهه التحتانيه وصافي. وكنستمر بنفس الطريقه. بالنسبه شحال خرجت ليا من حبه،
فراه خرجت ليا 48 حبه. انا درتهم شويه صغار، الا كبرتوهم غتخرج لكم اقل، وإلا صغرتو غتخرج لكم اكثر. غريبه ولا اروع، سهله سهله بسيطه بزاف بزاف كيف ما طلبتوها. ما فينا ما نبقاو واقفين بزاف وتوجدوا شي حلوه اللي فيها بزاف ديال الخدمه، والمهم شي حاجه كتوجد بسرعه بدون عناء، وحتى المقادير ديالها متواجدين. الزيت والسكر والدقيق، ماشي شي حاجه اللي كثيره. بالنسبه للزنجله نعطيتكم اختيارات باش تقدروا تعوضوه. صافي غندير لها واحد التزيين اللي بسيط، من بعد كيبقى اختياري، تقدروا ما ديروا لها والو، تخليوها غير تشقق بوحدها. هاد الحويجات كيبقاو اختياريا. انا عندي شويه ديال اللوز غادي نديرو، تقدروا ديروا حتى حبه ديال الكاوكاو. المهم هاد الحويجات كيبقاو اختياريين. اخوات حتى اللي عندهم الكركاع ممكن تحطوا عليها واحد الكركاعه تجي رائعه بزاف بزاف. المهم هاد الحويجات كيبقاو على حساب الرغبه وعلى كل اخت وشنو بغات دير. صافي وتشوفوا معايا ان شاء الله الحليوه ديالي كيفاش تتخرج غزاله غزاله. سبق لي تقاسمت معكم هاد الحلوه، ولكن بشكل اخر راني منزلها في القناه، كانت جات طوب، جات غزاله حتى هي. هذه اليوم نسمتها بالقرفه، جات خطيره الريحه ديالها وهي تطيب، شي حاجه اللي ممتازه بزاف. انا خرجت لي جوج ديال الصفيحات تبارك الله. هنايا الحلوه ديالي من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا، خليوها طيب من الفوق ومن التحت، شهوه منها جايه مشقه وجايه غزاله، شي حاجه اللي مرمله زوينه. انا درتها بالسكر كلاصي، جات هشيشه مرمله تذوب. نتوما الا بغيتوها تجيكم مقرمشه شويه ما عليكم الا ديروها بالسكر سنيده او السكر حبيبات، ولكن تقدروا خصكم تخدموا مزيان داك السكر مع الزيت باش تجمع لكم العجينه. ومنين تبغيو تكوروها تكور لكم بكل سهوله كيف ما تكورات لي الحلوه ديال اليوم، لان بزاف ديال الاخوات تيديروا الحلوه ديال الزيت وما كتجمع لهمش بسرعه، ولكن بالسكر كلاصي كتجي خطر. شوفوا كيفاش جات محمره، شهوه منها غزاله غزاله بزاف بزاف. داك الزنجلان فيها رائع. تتوجدوا هاد الحليوه ان شاء الله في اعيادكم في مناسباتكم بالصحه والراحه. فما تبخلوش عليا غير بلايك وبارطاج، الله يكبر بكم. هنا هذه هي الحليوه ديالي كما غتشوفوا كتذوب في اليد قبل من الفم، غزاله غزاله بزاف بزاف، مع كويس ديال اتاي اولا مع القهوه، شي حاجه خطيره. فنخليكم على خير، والى فيديو مقبل بحول الله. نلقاكم وانتم باحسن الاحوال ان شاء الله.